إذن قرآن من علائم المؤمنين أنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قبل سنوات في امرأة هي ريفرند، قسيسة مسيحية اسمها ريفرند ستشيني، أنا أعرفها معرفة شخصية، وإجت هون للمركز الإسلامي قبل سنتين. هذه القسيسة المسيحية تعيش في مدينة سياتل في ولاية واشنطن. قسيسة مسيحية وصلت إلى رتبة البشب، الأسقف، موجودة الآن، موجودة، مو قصة دا أذكر لكم إياها من التاريخ، الآن هذه المرأة موجودة حية ترزق، وعندها كنيسة في مدينة سياتل، وهي متحدثة لبقة مؤثرة وذات مستوى من التعليم عالي، عندها تحمل شهادة PhD في كريستيان ثيولوجي، في اللاهوت المسيحي. وهذه المرأة عندها جمهورها في الكنيسة، وعندها مكتبة ضخمة في بيتها. هي تروي قصتها، تقول يوم من الأيام أنا رحت إلى السوق أشتري مجوهرات لنفسي، فدخلت محل للمجوهرات وكان صاحب المحل مسلم، فاشتريت منه بضاعة. سألني صاحب المحل أنت شو شغلتك؟ قلت لها أنا قسيسة مسيحية. فقال طيب أنا حابب أعطيك هدية. قلت له شو هي الهدية؟ استخرج نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى العربية، يعني نسخة بالعربي وبالإنجليزي، وقدمها لي. تقول هذه القسيسة، تقول أنا في البداية ترددت، قلت له ليش عم تعطيني القرآن؟ قلت لها، قال لي خذ القرآن اقرأيه. قلت له شوف أنا عندي 3 نسخ من القرآن في مكتبتي، 3 نسخ عندي موجودة. أنت متصورني أنا ما شايف القرآن؟ عندي أنا القرآن. إذا متصورني أنه أنت راح تعطيني القرآن وأنا راح أعتنق دينك فأنت غلطان. فقال لي هذا الشاب المسلم صاحب المحل، قال يا مرة خذيه واقرأيه ولا تعتنقين الإسلام. أنا ما طلبت منك تعتنقين الإسلام، كل ما طلبته منك أن تقبلي مني هذه الهدية واقرأيه. شو تخسرين؟ أنت امرأة مثقفة عالية الثقافة تقولين أنا قارئة كتب، اقرأي القرآن. قلت معلش. خرجت من المحل وأنا أقول لنفسي واحد شبه أمي عنده محل مجوهرات يريد يغير عقيدتي. أنا امرأة صار لي 30 سنة أمارس مهنة الوعظ والإرشاد في الدين المسيحي، وأنا قارئة، مو قارئة، أنا حافظة للإنجيل من أوله إلى آخره، حافظة الإنجيل عن ظهر قلب. هذا يريد يخليني أعتنق الإسلام. أخذتني حالة من الكبرياء. تقول هذه السيدة، تقول لكن مع ذلك حينما ذهبت إلى البيت وفتحت القرآن، هو نصحني نصيحة الشاب، قال لي إذا ردت تقرأين القرآن ما تقرأيه من البداية، اقرأيه من الجزء 22، فما بعد تخلصين ارجعي اقرأيه من البداية. هسه أنا ما أعرف شو السبب هذا الشاب نصحها بهذه النصيحة، لكن يبدو كانت النصيحة في محلها. تقول رحت من الجزء 22 في القرآن فتحته كما نصحني هو الشاب. الجزء 22 يبدأ بسورة اسمها سورة الأحزاب، سورة الأحزاب. فأول الجزء يبدأ بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. هي قبل لا أقرأ لكم الآية تقول أنا كنت ماخذة فكرة سلبية عن الإسلام، شو الدين المتخلف، ومن أبرز مظاهر تخلف الإسلام أنه ما يحترم المرأة، ما يوقر المرأة، يعتبر المرأة مواطنة من الدرجة الثاني. فأنا كنت ماخذة فكرة سلبية جدا عن الإسلام، وخصوصا بسبب موقف الإسلام من المرأة. طبعا هي ما عندها فكرة كثير، هي هذه الدعاية المضللة. تقول أول ما فتحت القرآن قرأت هذه الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول بعد شوية قرأت وصلت إلى آية أيضا استوقفتني في نفس سورة الأحزاب. في نهاية سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تقول هذه الآيات نزلت علي مثل الصاعق، مثل واحد نايم ويستفيق من نوم، مثل واحد كان في إغماء وأفاق. قلت لنفسي: أين هذا القرآن عني؟ أنا عندي 3 نسخ منه، صار لها سنوات على الرف، أنا أبدا ما تعبت حالي أقرأ. فصرت أقرأ القرآن، أقرأ والقرآن يدخل في قلبي وفي قلبي يخترق نياط قلبي، حتى إذا أنهيت تلاوة القرآن تشهدت قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأكثر من هذا، وأن عليا ولي الله. اجت قبل 2 ألقت خطاب هنا في المركز، وحكت قصة إسلامها، وأضافت شيء جديد أنا ما كنت سامعه في حياتي رغم كثرة مطالعتي، وأشك أن أحدا منكم كان سامع هذا الشيء. لكن هي مرة متخصصة في الإنجيل، استخرجت أمامنا آية من الإنجيل يا جماعة، مو من القرآن. بس احنا المصيبة إذا ذكرنا يوم من الأيام قلنا أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، يطلعون 5 من جماعتنا يقولون: يا عمي كافي تبالغون أنتم في علي بن أبي طالب، كافي تبالغون في أهل البيت. هذه استخرجت الآية من الإنجيل مو من القرآن. قالت: هناك آية في الإنجيل تتحدث عن الحسين بن علي سلام الله عليه وعن شهادته في كربلاء. تقول الآية، أنا قرأت الآية: إن رجلا يقتل على ساحل الفرات ومعه 72 من أصحابه. تقول المسيحيين لما يفسرون هذه الآية يقولون هذا المسيح. بالله عليكم، المسيح قتل إلى جانب الفرات؟ الفرات وين؟ الفرات بالعراق. المسيح يقولون أنه الصلب المزعوم وانتم في فلسطين. شو جاب فلسطين على العراق؟ بعدين المسيح ما إذا الصلب المزعوم احنا ما نعترف أنه هو صلب، لكن الرواية اللي تتحدث عن صلبه تقول صلب ومعه تعرفون منه لص. ذاك اليوم الحاكم الروماني صلب رجلين، المسيح المزعوم طبعا ولص. وين 72؟ ما في 72 مع المسيح عليه السلام. هذه الآية لا تنطبق في الإنجيل إلا على الحسين بن علي سلام الله عليه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.